نبتدي نعمل ماسك الافوكاتو. الماسك ده الحقيقه للناس او الهنومات ل 40 وفوق ال 40، مرطب جدا، مغذي جدا، زي ما قلنا بيأخر ظهور التجاعيد قدر المستطاع. هنسيبه قد ايه؟ هنسيبه من نص ساعه ل 45 دقيقه. وهنعمله كم مره بالاسبوع؟ هنعمله مرتين بالاسبوع. دايما يا جماعه الحاجات اللي تبقى فيها تغذيه وللسن الاكبر شويه بنبقى محتاجين نعملها اكتر من مره بالاسبوع، مرتين 3 على حسب نوعيه الماسك وعلى حسب مخلوط بايه والانهي بشره. طبعا البشره لما نبتدي نكبر شويه بتبتدي الالياف المطاطيه اللي هي في الادمه والكولاجين بيقل شويه، فبالتالي بنبقى محتاجين نحط مغذيات ومرطبات بشكل اكبر. حتى لو البشره كانت الدهنيه، طبعا البشره الدهنيه عمرها طويل جدا، وربنا يدي الناس كل الاعمار للبشره تبقى شباب دايما، ولكن البشره الدهنيه طبعا بيبقى كلها زيوت فما بتعجزش بسرعه. لكن البشره الجافه هي دي اللي دايما بخاف عليها، هي والبشره الحساسه، لان بطبيعتها ما فيهاش زيوت كتير، فدي اللي انا محتاجه اديها مغذيات كتير، زيوت كتير، مرطبات كتير. الماسك ده لكل انواع البشره، ولكن متركز اكتر للبشره الجافه وشديده الجفاف. طبعا دي ثمره الافوكاتو، انا قطعت منها بس جزء عشان اوريلكم ان دي اللبايه بتاعت ثمره الافوكاتو اهي. وانا هبتدي اقشر جزء منها كده عشان وقت البروجرام اهو، بتقشر بكل سهوله. وعلى فكره دايما لما نجيب الافوكاتو سواء ان احنا هناكلها سلطه او نطبخها او نعمل بيها اكل، مهم قوي تكون طريه، يعني طريه بس مش بري قوي. اما للبشره فمحتاجينها تكون بري جدا، طريه للغايه جدا. اوكي بصوا انا هنا يعني بقطع كده على اللبه. استاذ محمد جايب الصوت بس عشان الناس تبقى عارفه اهو. بصوا طريه قد ايه، وهعمل كده اوكي، هتتقطع كلها بمنتهى السهوله اهي. فللبشره يا جماعه بتكون طريه قوي. هو طبعا احنا عشان ناكلها طبعا بطبيعه الحال لازم تكون طريه، بس الاكل ممكن تكون متوسطه داخله على النضوج قوي، لكن البشره طريه قوي بري قوي. اوكي اهي دي نص ثمره افوكاتو، ودي اللبه بتاعت ثمره الافوكاتو، واحيانا بننشفها وبنحطها مع فلاورز، مع زهور او ورود بالبيت، او ممكن نحطهم كده شويه مع بعض ونحط في وسطهم شمعه ونبقى نورها، بتدي منظر حلو انها كلها طبيعي. دي البذره انا مش هرميها، هنشفها عشان نستخدمها في ديكور للبيت. طبعا كالعاده انتوا عارفين ان احنا ما بنرميش حاجه. ده كده القشر بتاع ثمره الافوكاتو اتشال بكل سهوله لانها طريه جدا. ومهم قوي يا جماعه تبقى طريه قوي، لان الافوكاتو من الحاجات اللي انا محتاجه تبقى طريه. لو يعني ماسكه نفسها شويه مش هتبقى بسهوله، لان ده ماسك طبعا للبشره فلازم يكون طري، حاجه كده يعني سوفت قوي وناعمه زي حضراتكم. نبتدي بقى نطبخ بايه او نعجن بايه الافوكاتو. طبعا هنهرسها. بصوا انا هنا مش بهرسها بشوكه خالص، انا بهرسها بمعلقه من كتر ما هي طريه قوي وناعمه قوي. اوكي اهي بصوا يا جماعه، استاذ محمد جايب معانا هنا بالكاميرا اهي، طريه يا جماعه للغايه. وطبعا الافوكاتو بيتحط على الشعر وبيتحط للضوافر. زيت الافوكاتو من الحاجات اللي انا ممكن اعمل بيها مساج للايدين وللضوافر تطول اكتر وتفيد الايدين والضوافر. اوكي هبتدي بقى احط على ثمره الافوكاتو البري دي، هحط عليها معلقتين لوز مطحون. ادي اللوز المطحون بتاعنا، احط معلقتين لوز مطحون على ثمره الافوكاتو او نص ثمره الافوكاتو. على فكره في ناس لو قالت ان هو ادي اول معلقه، دي تاني معلقه لوز مطحون اهو. لو انت شايفه ان يعني شويه مش بتجيبي الافوكاتو قوي او مش بتحبيه قوي، احنا ممكن نشتريه بالوحده. الافوكاتو ممكن اشتريه بالوحده لانه سعره احيانا بيوصل 40 جنيه، يعني من 30 ل 40 جنيه. فانا ممكن اجيب واحده واوزنها، وزي ما هي يعني سعرها ووزنها هيطلع هاخدها، وانا ابقى ممكن محتاجه واحده. يعني لو انا جبت واحده افوكاتو ممكن استخدمها لمده اسبوع متواصل، من اسبوع لاسبوعين على حسب. لو هي كبيره شويه ممكن تقعد معايا اسبوعين، لو هي صغيره يبقى هتاخد يعني اسبوع 10 ايام اعمل بيها ماسكات لبشرتي وشعري. وعايزه اقول حاجه، لو احنا دايما بنحسبها بنروح عند كوافير يعمل لنا ماسك، واذا كان كوافير جميل يعني وبيشتغل بالمظبوط، فاعتقد ان هدفع بكتير قوي، لان ثمره الافوكاتو عشان اجيبها وسعرها يكون 35 جنيه تقريبا، لو هي متوسطه زي اللي انا جايباها دي 8 9 جنيه مش اكتر من كده. فبرده من الحاجات اللي احنا عايزين نقول ان دايما لما انا بشتري الحاجه وبعملها اكيد بتبقى افضل، انا واثقه فيها قوي، باقيه عندي بالثلاجه بستخدمها اكتر من مره، كمان موفره في السعر الحقيقه. هنا
اللوز مع ثمره الافوكادو. هبتدي كمان احط عليها عسل، وطبعا العسل من الحاجات اللي بتاخر ظهور التجاعيد، ويا ريت دايما لو نقدر ندخل العسل. واقول لكم على افكار حلوه قوي للبشره والشعر بالعسل، قد ايه اللي بيقوي الشعر، قد ايه افكار سريعه تتعمل، مش محتاجه تقعد بقى ساعه ولا نص ساعه. نقول طبعا افكار كتير ان شاء الله في حلقاتنا اللي جايه. انا هنا هاخد معلقه عسل نحل واحده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي معلقه عسل نحل. الماسك ده يا جماعه ممكن يقعد معايا بالثلاجه يومين، يعني ممكن احط منه النهارده وممكن احط منه بكره او بعد بكره، مش هيتحمل معايا اكتر من كده. واعجن كويس قوي. اوكي، طبعا العسل من المعروف او انتوا حفظتوا معانا يعني في اول 14 العسل من الحاجات اللي تسيل لي الماسك، ولكن هو مش هيبقى بيري قوي. محتاجه كمان احط لبن. اللبن من الحاجات المطريه والمرطبه والمغذيه لبشره الوش بشكل رائع مع الماسك ده. في ناس تقولي ممكن احط لبن بودره، ممكن نحط لبن باودر، نحط معلقتين لبن باودر ونخلط بقى بميه عاديه، ولكن في حاله ان انا مش هحط لبن باودر فانا هحط لبن حليب عادي جدا، عشان بس اطري بيه الماسك ويبقى معايا بيري ويبقى ناعم قوي. هنا ادي معلقتين لبن، ما باخدش لبن كتير على فكره. لو هتحطي لبن باودر من معلقه لمعلقتين لو انت هتعملي، ودايما الكميه بتتضاعف طبعا لو يكون للبشره والوش والجسم. دايما بنصح الناس اللي احنا فوق ال40 او 40، ودايما نقول ال40 دي الثلاثينات الاخرى، اهتمي ببشرتك قوي، ان لما تهتمي بيها هتديكي لوك ما حصلش. بس ما تكسليش، احنا مشكلتنا في مصر شويه والوطن العربي اللي احنا بنكسل. بصوا هنا يا جماعه انا ضفت معلقتين لبن حليب اهي. اوكي، وتقلب كويس قوي بقى بيري. بصوا اهو طري جدا طري جدا، وده اللي انا محتاجاه. هبتدي بقى اهو طري للغايه. هبتدي طبعا اغسل وشي 2 كوش بالليف والصابون او المنظف اللي احنا متعودين عليه بميه سخنه، او اكون واخده شاور، وابتدي احط اول طبقه على انا هحط على الماسك ده يا جماعه على بشره الوش 2 كوش، بمعنى اول كوش هاخده على البشره اعمل بيه مساج كويس قوي لمده من 3 ل 5 دقائق، والشويه التانيين هكبس بيهم الوش بالكامل. بمعنى انا هنا عملت مساج وخدت اول كوش واتاكدت ان بالمساج والحركات الخفيفه الدائريه اللي هي على البشره من اسفل لاعلى، وهنحط فوق العين وتحت العين والرقبه وكل منطقه الصدر بالكامل يا ريت، وتحت الباط يا ريت نقدر نعمل كده. ولكن احنا بعد الحركات الدائريه ما نحطه على البشره ونتاكد ان شاء الله بامر رب العالمين البشره تشربته، هنبتدي ناخد الكوش الثاني ونكبس بيه البشره بحيث تبقى البشره كلها كتل ماسك الافوكاتو باللبن والعسل واللوز. شايفينه ازاي؟ انا عايزه البشره تبقى كلها متكبسه كده. هنقعد من 30 دقيقه ل 45 دقيقه نتاكد ان البشره تشربته بالكامل واتعمل بالمظبوط. بعد كده نشطف وشنا بميه فقط، ونحط زيت لوز مرطب للبشره، زيت لوز حلو. لو انت بشرتك سمر وعايزه تفتحيها يبقى نحط زيت لوز مور، مش عايزه تحطي زيت يبقى اي كريم مرطب، لان مش معقول بعد ما رطبنا وعملنا الماسك الرائع ده نسيب البشره كده، لا فورا بعد الغسيل هنحط اي زيوت مرطبه او اي كريم مرطب، وده هنعمله مرتين بالاسبوع. يا ريت هيغذي هيقوي هيأخر التجاعيد، وان شاء الله يا رب يشيلها خالص وما تجيش تاني ابدا يا رب بالتغذيه للماسكات للبشره. وكمان هناكل خضار وفاكهه وسلطه ولبن وزبادي بدون دسم. ونشوف الفقره اللي جايه ايه، عملنا ايه في الماسك ده والصابون الرائع اللي ان شاء الله هنعمله الحلقه دي بالفقره اللي جايه.